عمرك اتحطيت في اختبار من أبو حبيبتك؟ اسمع اللي حصل لي وهتفهم. أنا بقالي 7 سنين بحاول أتجوز الباس اللي بحبها. كل مرة أروح أتقدم أبوها يرفضني من غير ما يدي سبب واضح. بس كنت حاسس إنه رافضني لمجرد إننا كنا بنحب بعض من قبل ما نروح رسمي. في آخر مرة رحت له، قعد معايا وقال لي: قولي يا ابني، بتشرب سجاير؟ قلت له بصراحة: أيوة بشرب. قال لي: يبقى مش هينفع، أنا ما بجوزش بنتي لمدخن. رديت عليه وقلت له: طب ما حضرتك لسه طافي سجارة دلوقتي. قال لي: وأنا حر لكن أنت لأ، هو ده قراري ومش هغيره. مشيت وأنا متضايق، بس ما يأستش. بعد فترة قررت أبطل سجاير فعلا، واشتغلت على نفسي. ولما حسيت إن الوقت مناسب رحت له تاني. قال لي: ها، لسه ماسك السيجارة ولا خلصت؟ قلت له: لا والله الحمد لله، بطلت خالص. ابتسم وقال: كده تمام، شكلك راجل وبتعرف تتحمل. أنا موافق. قلت الحمد لله، والدنيا عدت. بس بعدها بشوية وإحنا قاعدين لقيته مطلع علبة سجاير وبيقول لي: خد لك واحدة ما تتكسفش. قلت له: لا يا حاج، ربنا كرمني وبطلت خلاص. فرد عليا وهو بيضحك: خد يا راجل، دي سجارة واحدة، ما تعملش فيها قديس. وخدت السيجارة على مضض، ولسه بولعها لقيته قايم عليا، ماسكني من قفايا وقال لي: عرفت ليه ما كنتش عايزك؟ انت عمرك ما هتتغير. اطلع بره يا ابني، انا ما عنديش بنات للجواز.